في هذا الفيديو كانت باينة شابة صغيرة لابسة بحال أي بنت كتكتشف العالم وكتشوف الكاميرا وكتبتسم. قبل ما تدخل المصعد حداها كان واحد الشاب اللي مجهول مبين مرتاح بزاف بحال واحد عارف راسو غادي يوصل لشي حاجة. الصورة كانت هادئة بشكل غريب، ولكن الحقيقة اللي كانت مخبية داخل هذا المصعد كانت أسوأ من أي كابوس. اللحظة هذه اللي بان فيها كل شي عادي كانت آخر مرة شاف فيها العالم غريس ميلان. قبل ما نبداو هاد القصة المظلمة نطلب منكم تشتركوا في قناتي وتدعموا هاد النوع ديال التحقيقات. نرجعوا باللور، نخليو الكاميرا قدام المصعد ونتبعوا الخيوط من الأول. غريس ميلان شابة بريطانية متخلقة عندها 21 سنة. حياتها كانت عامرة بالأحلام الكبيرة والسفر. كانت كتقرا الماركتينغ في جامعة محترمة. العائلة ديالها ديما كتشجعها، خاصة الأم ديالها اللي كانت مرتبطة بها بزاف. في ديسمبر 2018 قررت غريس تزور نيوزيلندا كجزء من رحلة حياتها الطويلة. كانت فرحانة بزاف، كانت كتعطي لكل نهار معنى جديد. نهار 1 جانفر اللي كان كيوافق العيد الميلاد ديالها 22 قررت تحتفل براسها وتخرج وتعرف مع ناس جداد. كانت كتستخدم تيندر، وداك النهار لقات الماتش مع شاب كان الاسم ديالو جيس كامبسون، شاب من اوكلاند عنده 26 سنة. كان ظاهر في البروفايل ديالو انه مؤدب ومتفتح وخجول شوية. غريس ما كانتش عارفة بانها دخلات اللعبة خطيرة. جا وقت اللقاء، جيسي دار مجهود كبير باش يبان لطيف. سولها فين بغات تخرج، عرض عليها لشي بار معروف وسط المدينة. غريس وافقات لأن كل شي كان كيبان طبيعي. تبادلوا الرسائل وضحكوا وتفاهموا بسرعة. الليل كان جميل، مشاو البار الأول، تصوروا وضحكوا. سولها جيسي على السفر ديالها. غريس متفائلة. الناس اللي كانوا حداهم في القهوة شافوهم كيهضروا براحتهم، وحتى الكاميرات رصداتهم وهما كيتبادلوا الابتسامات. من بعد بغى جيسي يكمل السهرة في بار آخر. هناك ضحك، تقارب، ما كاين حتى شي مؤشر كيدل على الرعب اللي غادي يجي. الساعة قربات لمنتصف الليل. جيسي اقترح يمشيو للوتيل ديالو، وغريس وافقات لأنها شافتو أنه شخص لطيف وما عندهاش علاش تشك. خرجوا من البار والكاميرات تبعاهم خطوة بخطوة. ما كيمشيو في هذاك الشارع اللي كيظهر آمن، لكن كل خطوة كانت كتبعد غريس على الحياة. وصلوا لباب البناية. جيسي ضغط على الزر، المصعد تحل ودخلوا بجوج. داخل المصعد الكاميرات الأمن رصدت آخر ابتسامة ديال غريس وآخر نظرة ديال جيسي اللي كانت فيها برودة خطيرة، بحال واحد فرحان راسو غادي يكون في مصير شخص آخر. الباب تسد، من هنا بدا الظلام. الباب تفتح، جو الغرفة كان هادي بزاف. كانت غرفة اللي كتوجد راسها باش تخبي سر كبير. جيسي يدخل قدام وغريس تابعاه. ما كانت حتى شي لحظة شك في بالها، كانت مفكرة غير في السهرة اللي دازت زوينة والاحتفال بالعيد الميلاد ديالها. ما كانتش عارفة باللي الابتسامة الأخيرة غتكون في حياتها. مرة أخرى كان الشراب حاضر. جيسي زاد قنينة أخرى وجلسوا بجوج على السرير كيهضروا. بدات الأمور كتبان حميمية. جيسي بدا كيقرب ليها اكثر واكثر، وغريس ما منعاتوش لانها كانت كتثيق فيه وما باغاش تكسر الجو. واحد اللحظه وجهه ما بقاش هو داك الوجه اللطيف اللي في البار. صوته تبدل، حركاته تشدات، عينيه ولاو باردين. كانت علاقه حميميه تحولت اللعبه فيها قسوه، وحده اللي غريس ما عمرها وقعت فيها في حياتها ولا كانت محضره ليها. بدا كيدفعها باش يدير معاها افعال جنسيه عنيفه. غريس في الاول حاولت تلعب دور القوه، ولكن العنف زاد خطوة بخطوة. صوته ما بقاش هادئ، راسو كان كيتحول لوحش ماشي إنسان. حاولت توقفه وتحاول تفهم شنو كيدير، تحاول تهدر، ولكن الصوت ديالها اختفى وسط تنفس متقطع وحركة يديه اللي شدات على العنق ديالها. غريس كانت كتحاول تاخذ النفس، عينيها توسعوا، جسمها بدا كيقاوم. لحظة رعب خرجات فيها الحياة دفعة واحدة من الملامح ديالها. لحظة اللي عنقها مقدرش يتحمل والنفس
توقفات نهائيا. الساعة كانت حوالي 1 الليل. غريس ميلان أصبحت جثة وسط غرفة بلا رحمة. الصباح دخل على أصوات السيارات خارج الفندق، والمدينة كتفيق وتحيي نهار جديد. جيسي في المقابل كيصاوب الكارثة ديالو، كيشوف الجثة كأنها ماشي إنسان. كانت قبل ساعات كتضحك معاه، دار قهوة، هز الهاتف، قلب في الصور، ودار بحال إلا نهار عادي، ما كاين لا ندم ولا صدمة. كانت برودة مرعبة في التعابير ديالو. كان الخصم الوحيد ديالو هو الوقت. جيسي كيفكر يطفي اثار الجريمه، شد الكاميرا وصور الجثه، صورها في مختلف الاوضاع باش يحتفظ بالذكرى. من بعد بدا يخطط كيفاش يتخلص من الجثه. مشى يشري من السوبر ماركت حاجات تنظيف وكاميرات الامن وثق كل دقيقه، كما لو انها الشاهد رئيسي في المحكمه. رجع للاوتيل بخطوات متسارعه، والوجه ديالو ما كان فيه حتى احساس. الفكرة المريضة ديالو وصلت لمستوى أكثر من الظلام. جيسي شد واحد الحقيبة سوداء كبيرة وقربها من السرير. بدا يطوي جسم غريس تصرف ميكانيكي بدون احترام، بدون لحظة تردد. حاول يدخلها ببرودة مروعة. حمل الحقيبة، الوزن ديالها ثقيل بزاف، خرج بها على مراحل باش ما يثيرش الانتباه. استعمل عربة صغيرة من الفندق باش يسهل المهمة ديالو. الكاميرا كانت كتسجل فيه وكتحكم وكتجمع الأدلة اللي غادي تقلب عليه كالسحر. في الأخير ركب الجثة في السيارة اللي كراها النهار وتحرك بها بعيد عن المدينة، كيشق طريق مظلم نحو الغابة. في ذاك المكان حفر حفرة سطحية بزاف، دفن غريس وسط الغابة، وسط صمت الغابة اللي ما قدراتش تصرخ بالاسم ديالو. الساعة بدات تجري، والعائلة ديال غريس في بريطانيا كيقلبوا على أي تواصل معها. الأم كانت متعودة على الرسائل ديالها اليومية. فجأة الصمت، القلق بدا يكبر. رسائل، اتصالات، لا حياة. الشرطة النيوزيلندية توصلت بتصريح اختفاء، ومباشرة بدأت تربط آخر خطواتها في الهاتف، في التطبيقات وفي الكاميرات. آخر معلومة كانت موعد عبر تندر مع شاب مجهول، واحد جيسي كامبسون. بوليس تحرك بسرعة باش يلقاه يستفسروا. جيسي تظاهر بالهدوء، كيبان عادي بزاف. قال لهم جلسوا في البار شوية وتفرقوا قدام رواية باردة، وكان مفكر راسو ذكي لدرجة ما يخليش حتى ريحة الشك. المحقق اللي كان معاه ما كانش مقتنع، كان حافظ التصرفات اللي كيبانوا بريئين وهما غير قناع خفيف. قال ليه البوليسي محتاج يشوف الكاميرات ويدقق في السجلات، وطلب منه يبقى متاح للاستفسار. رجعوا المحققين للفندق، طلبوا تسجيلات، كل دقيقة كانت كتحكي الحقيقة بصوت صامت. الكاميرات شافت غريس مع جيسي في كل خطوة، دخول الفندق، لحظة المصعد، وصول الطابق السابع، بالأخص عدم خروجها من بعد. الصورة كانت واضحة للشرطة، الفتاة دخلات وما خرجاتش. الاقتناع بالنفي بدا كيطيح من وجه جيسي، بدا كيتلخبط في الأقوال ديالو، والمحققين سجلوا بداية انهياره. بوليس رجع لجيسي من جديد، قالوا ليه نشط الذاكرة ويقول الحقيقة. هاد المرة بدا يخترع سيناريو آخر. قال باللي غريس ماتت بحادث جنسي، وأنه خاف يبلغ الشرطة. حاول يلعب دور الشخص المرعوب اللي دار خطأ بدل المجرم اللي خطط. المحققين ماشي سهلين، عرضوا عليه الأدلة وحدة بوحدة. كاميرات الفندق، قنينة المشروب اللي شراها في الصباح، العربة اللي استعمل باش يخرج الجثة، الرحلات الغامضة بسيارات الكراء في الغابة. الأدلة كانت كتسقط قطعة قطعة. من جهة أخرى المحققين فتشوا الهاتف ديال جيسي، كيلقاو كوارث. البحث عن طريق لخنق فتاة أثناء الجنس، تعرف شخص مات فعلا، وزيد عليها الرسائل اللي كان كيبعتها لصاحبه وهو كيتفاخر. الهاتف ديالو كان شاهد ما يرحمش. السلطات خرجت لمكان الغابة اعتمادا على البيانات GPS من السيارة. الغابة كانت صامتة، كتوصل الرسالة ديال الضحية بطريقة اللي ما يقدر عليها حتى لسان بشر. الأرض محفورة بشكل بسيط وعليها القليل من التراب. بداو يحفروا ظهر الحذاء ديال غريس. المحققين كانوا عارفين النهاية، ولكن شافوها أخيرا بالعيون ديالهم. الجثة كانت وسط الظلام، وسط الأرض الباردة. أدلة الطب الشرعي أكدوا الاختناق وأكدوا العنف اللي عاشته غريس خلال اللحظات الأخيرة ديال حياتها. الجثة شهدت على القسوة المريضة ديالو، بلا صوت بلا كلمة، قالت كل شيء. المحاكمة كانت طويلة، عامرة بالدموع والغضب. جيسي حاول يلعب آخر ورقة ديالو، قال باللي كل شيء كان بالتراضي،
وأن الاختناق كان جزء من علاقة جنسية حميمية خرجت عن السيطرة. هيئة المحكمة ما سمحتش ليه يدير قتل هواية. كل الأدلة اللي كتقول العكس، الصور اللي صوروها للجثة، البحث في الهاتف، الكذب المتكرر. النيابة العامة قالتها بصوت حاد، المجرم كان باغي السيطرة، باغي يمحي حياة شابة بريئة ويخلي القصة ديالها تنتهي وسط الظلام. الحكم النهائي خرج، السجن المؤبد لجيسي كامبسون مع عدم إمكانية الإفراج قبل 17 سنة كحد أدنى. القاضي قال جملة غادي تبقى محفورة في التاريخ: غريس كانت إنسانة عندها عائلة كتبغيها وكتحبها، حياة كتنتظرها، ومستقبل كبير انت حرمتيها من كل شيء. الأم ديال غريس وقفت في المحكمة وبكات قدام العالم، صوتها كان كيحمل الحزن ديال أم فقدات بنتها في بلاد بعيدة. قالت بلي عيد ميلاد غريس اللي كان خاص يكون بداية حياة جديدة تحول لذكرى موت تحيدش من الذاكرة. العائلة ديالها بنات حديقة صغيرة في المقاطعة ديالهم باش تضل الروح ديالها تعيش بين الزهور والناس اللي كيبغيوها. العالم كامل تعاطف معاها، والناس بقاو كيسولوا علاش هاد البنت اللي قلبها عامر بالحب لقات الموت في موعد عبر تندر. القضية ديال غريس رجعت درس للعالم كامل، حذرت الشباب من الثقة العمياء ومن الوجوه اللي كتضحك وهي مخبية الوحش. الحقيقة الأخيرة كتقول أن غريس رغم النهاية المأساوية خلات رسالة: ثقة ثمنها غالي، ولكن الحياة ديال الإنسان أغلى من أي حاجة.